متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الخبر. الحكومة المغربية توضح في خصوص دعم، لكن قبل الدخول في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد عن أخبار المغرب. الآن إلى التفاصيل. فسرت الحكومة المغربية التأخر الذي يعرفه دعم السكن بأن هذا الأخير يحتاج إلى دراسة متأنية قبل الإفراج عن مرسوم. وقال مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الأسبوعية أن تأخر الحكومة في دعم قطاع السكن يأتي في سياق رغبتها في إعطاء أجوبة للمواطنين الذين يسعون للاستفادة منه، خاصة منهم الشباب المقبلون على الزواج. وأضاف بيتاس أن قانون المالية لسنة 2023 تحكمه اعتبارات كثيرة، وأنه ليس مجزئا عن مجموعة من المتدخلين، مضيفا أن البرنامج لا يجب أن يخرج إلى حيز الوجود ويكون موضوع انتقادات لعدم جاهزيته، مشيرا أن الحكومة تعمل على المشروع بشكل منتظم في أفق الإفراج عنه وبدون نواقص في الأجل القريب إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.